خطب سيدنا عيسى سلام علينا بأتباعه وقال لهم: إياكن تقدموا الصدقات علنا تكونوا ظاهرين، وإلا ما بيكون إلكن أجر عند وليكن الرحمن في علاه رب العالمين. لما بتعطي صدقة للمحتاجين مش لازم تطبل وتزمر مثل ما بيعملوا المنافقين بهدف يمدحوهن الناس ويقولوا عنهم مؤمنين، فبقلكن حقيقة هيدول بياخدوا أجر من الناس ومش من رب العالمين. يعني بس تعطي صدقة إيدك الشمال ما تعرف شو عطت إيدك اليمين. وهيك عطاءكن يلي بتعملوه بسرية الله وليكن الرحمن رح يجازيكن عليه، لأنه بيشوف الأمور المخفية. لا تصلوا مثل المنافقين يلي بيصلوا بدور العبادة وعلى الطرقات حتى يشوفوهن الناس أجمعين. بقلكن الحقيقة هيدول بينالوا أجر من العالم ومش من رب العالمين. بس أنت لما بدك تصلي فوت عقوطتك وسكر بابك وادعي لوليك الرحمن يلي شايف بالخفا، منه بتنال ثوابك. ولما تصلوا ما ترددوا كلام مثل اللي ما بيعبدوا ربنا رب العالمين، يلي بيفكروا بتكرار نفس الكلام بيصيروا دعواتهم مستجابين. فلا تتشبهولن، لأنه وليكن الرحمن بيعرف لشو محتاجين قبل ما تكونوا منه طالبين. ولما تصلوا قولوا مثل هالكلام المبين: اللهم يا ولينا الرحمن في علاك يا رب العالمين، يتبارك ويتقدس اسمك، ولتقم على الأرض مملكتك، ويلي عليها يكونوا مثل يلي بالسما بيسعوا لرضاك. ويا رب كل يوم بيومه رزقنا لقمتنا، واغفر لنا مثل ما منسامح يلي بيغلطوا معنا. ودخيلك يا رب ما نوقع بتجربة، ما تخلينا من وسوسة الشيطان، نجينا، لأنه إلك وحدك الملك والقوة والجلال إلى أبد الآبدين، آمين. وكمل سلام علينا وقال: وإذا سامحتوا يلي غلطوا معكن فبيغفر لكن الرحمن وليكن، أما إذا ما سامحتوا الناس فما بيغفر لكن، وليكن الرحمن من الأساس. لما تصوموا لا تكونوا عابسين مثل المنافقين يلي بيتظاهروا إنهم تعبانين تيبينوا للناس صايمين. بقلكن الحقيقة هيدول الناس أجرن آخدين. بس انتو لما تصوموا شدوا حالكن وافردوا وجهكن حتى ما يبين للناس صيامكن، فالله وليكن الرحمن يلي بيشوفكن بالخفا بيعطيكن ثوابكن. ما تخزنوا كنوز على الأرض محل ما بياكلها السوس أو بتصدي أو بيسرقوها اللصوص، لكن خزنوا كنوز بالسما عند ربكن محل ما لا الصدي ولا السوس بياكلها ولا اللصوص بتسرقها، لأنه محل ما بيكون كنزك هونيك بيكون شوق قلبك. العين مراية الجسد، فإذا كانت أنوعة عينك فالقناعة والرضا بينوروا حياتك وبترضى نفسك. أما إذا عينك عين الحسود فالحسد وعدم الرضا بيصيروا بحياتك والظلام بيسود. ما حدا بيقدر يخدم سيدان باعتدال، لأنه أما رح يحب واحد ويكره التاني، أو بيخلص لواحد والتاني بيعامله بإهمال. فما فيكن إنه تعبدوا الله إذا كنتوا عبيد المال. لهيك بقلكن يا أحبائي
لا تقلقوا بالنسبة لمعيشتكن، أو تفكروا بأكلكن وشربكن، ولا بمظهركن ولبسكن. مش حياتكن أهم من الأكل يلي بتاكلوه، وجسدكن أهم من اللباس يلي بتلبسوه. تأملوا الطيور يلي بالسما، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع بالمخازن أكلها، ولكن وليكن الرحمن في علاه رازقها. فكيف أنتو بالحري يلي عنده أهم من الطيور وأغلى منها؟ هل القلق بيزيد ساعة من عمركن؟ فليش بتضلوا قلقانين عم ملبسكن؟ تأملوا الزنبق بالحقول كيف بينمى وبينكسى، لا من شغله ولا من خياطته. بقلكن الحقيقة، بعمر النبي سليمان ما لبس بجمال زنبقة بالرغم من مجده وأناقته. فإذا كان الله بهالشكل بيكسي عشب الحقول يلي بيطلع أول نهار وبينقطع تاني نهار وبيصير وقد للتنور وبينكب النار، فكيف بالحري انتو مش رح يكسيكن يلي ما عندكن ثقة بربكن؟ فلا ينشغل بالكن وتفكروا شو رح ناكل أو رح نشرب أو شو ملبسكن. هيدي الاشياء بفكر فيها أهل الدنيا. ولكن وليكن الرحمن في علاه بيعرف إنه كل هالاشياء حوايجكن. فكرمال هيك أولا اسعوا ورا المملكة الربانية وورا رضا الله عليكم، وكل هيدي الاشياء رح تنعطى إلكن. فلا تفكروا ببكرة، خلوا ربنا يهتم فيه، لأنه كل يوم بيومه همه بكفيه.